ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ طبعا انتوا شايفين السمك ما شاء الله كبير قد ايه. يعني كنت عايزه حد كده يشيله معايا. لا، هو السمك كان صغير فعلا بس كان طعمه زي العسل والله العظيم، يعني كان جميل جدا جدا جدا. طبعا احنا كنت هشويه اصلا، بس قلت لا، احنا بقالنا ياما ما كناش سمك مقلي، فقلت اقليه بقى مع انه صغير شويه، بس قلت مش مهم. فانا عملت طبعا الخلطه بتاعته، حطيت نص ليمونه على ملح على كمون على ايه تاني، على شويه خل صغيرين قوي. على توم طبعا اهم حاجه، ولو عايزه تدقي معاهم قرن فلفل كده ماشي ما يضرش. بس انا طبعا ما حطيتش فلفل، عشان ايه؟ حطيت شطه بدل الفلفل. بس في ناس بقى ما بتحبش الشطه وبتحب الفلفل معاه، الفلفل الاخضر دوت الحامي، فزي ما انت حابه يعني اعملي. طبعا هنسيبه بقى في الخلطة. انا اول حاجة عملتها ان انا نضفته وغسلته، طبعا ما رضيتش بقى ايه اتعبكم معايا يعني وتنضفوا السمك معايا، قلت لا اخليكم انتوا للايه للحاجات التقيلة. المهم غسلناه كويس قوي ونضفناه، وبعدين بقى ايه تبلته زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبه بقى لحد لما اجي اقليه في التتبيلة بتاعته. ودلوقتي بقى احنا طبعا هنعمل رز صيادية، وهنعمل صلصة كده للسمك. فانا طبعا عملت بصلايه كبيره للتحمير عشان الرز الصياديه. طبعا زي ما انتوا عارفين الرز الصياديه دوت بيبقى عايز البصله بتبقى غامقه شويه، يعني مش اول ما تبقى ذهبي كده زي البصلايه بتاعه الخضار فنحط عليها الطماطم او الميه، لا، احنا بنسيب السمك البصله تتحرق شويه كده زي ما هتشوفوا دلوقتي. طبعا هتقعدوا تقولوا لي في الكومنتات انت حرقتي البصله، بس لا، انا ما كنتش حرقاها، هي لازم البصله تبقى غامقه قوي كده زي ما هتشوفوا. لكن انا بخلي بالي بقى قوي قوي من البصله بتاعت الصلصه، مش عايزاها تحمر قوي، يا دوبك هتدي لون الذهبي كده، واروح حاطه عليها الطماطم. الطماطم دي يا جماعه انا بشراها مش عاملاها في الخلاط خالص. بس فهتخلي بالك بقى من هنا ومن هنا وتقلبي كده. وانا طبعا شفت بقى البصله غمقت معايا ازاي بتاعه الرز الصياديه. اول ما غمقت حطيت المعيار بتاعنا الميه، وطبعا بقى حطيت الصلصه زي ما انتم شايفين هناك، وبحط بقى معيار الملح والتوابل والحاجات اللي انا عايزاها هنا وهنا. طبعا التوابل ديت على حسب رغبتكم زي ما انتم حابين وزي ما انتم عايزين. الفيديو ده يا جماعة تشجيع، يلا لو انت مش يعني كسلانة ان انت تعملي حاجة، قومي كده تشجعي واعملي. ولو مش عارفة تاكلي ايه، اديني عطيتلك فكرة اهو، ان انت تاكلي النهاردة سمك مقلي وسمك بالصلصة. بس كده هناكل سمك بالصلصة وسمك مقلي، وهناكل رز صيادية، وهنعمل بابا غنوج كده جنبه. طبعا انا الطارة عندي بتاعة البوتاجاز بايظة مكسورة، عايزة اجيب غيرها. فكان البتنجان بقى مدوخني خالص، فكل ما احطه يروح واقع، احطه يروح واقع. فالمهم جبت السكينة وحطيته بقى في البتنجانية في النص كده، ورحت سندها بيها. طبعا هنا استوى معانا البابا غنوج اهو. هنجيب بقى قرن فلفل حامي او قرنين كده حلوين، وتجيبي بقى فصين توم. طبعا التوابل بقى ايه على حسب الست ما بتحب، يعني في ناس بتحب كمون، في ناس ما بتحبش الكمون، يعني التوابل ديت بتاعتكم انتوا زي ما انتوا حابين حطوا. فانا طبعا بقشره الاول، وبعد كده هعمل بقى التتبيله بتاعته. هعمل اللي هي بقى ايه، هجيب قرنين فلفل كده، يعني واحد يكون حامي وواحد يكون رومي كده مش حامي، تمام. وهنجيب فصين توم حلوين كبار كده او 3، وهندقهم مع بعض كويس قوي. بعد كده هتشوف هنعمل ايه. اهو بصوا انا جبت الفلفل الرومي الصراحه، عشان ايه؟ ما لقيتش عندي غير قرن فلفل بس الحامي دوت هخليه للسلطه. كده بقى نحط التتبيله بتاعته. يعني انا حطيت ملح على توم على كمون وشطه، وطبعا الليمون. اوعوا تنسوا اهم حاجه في الاكل دوت، الاكل اللي انا بعمله ده عامه الليمون دوت الحاجه الرئيسيه في الاكل. وهدقه كده كويس قوي. عايزه اجيب لي هون، والله الهون بتاعي الله يرحمه، فانا عايزه اجيب لي واحد. فقولوا لي رايكم، اجيب لي هون ولا اجيب لي كبه؟ انه احسن وانهي عملي اكتر؟ بس انا متهيالي الكبه، بس الكبه بقى الاجهزه الكهربائيه غاليه جدا جدا، فانا يعني اللي هيكون في مقدرتي هجيبه ان شاء الله. بس احنا حطينا بقى الحاجات بتاعه البوغنوج كده على بعضها، وهنقلبه كويس. طبعا انا كل ما اقلبه بدوقه، يعني بشوف لو عايز شويه ملح، محتاج حاجه.
بس كده حطينا له شويه زيت كمان وشويه خل خلاص كده خلصنا. انا لقيته كان ناقص سنه ملح فحطيت له. بس يبقى احنا كده خلصنا البابا غنوج وخلصنا الرز الصياديه والصلصه بتاعت السمك، كده كويس قوي. نركنه بقى على جنب كده بس المهم ان انتي تغطيه. نخش بقى على السلطه. طبعا هنعمل سلطه عاديه خالص يا جماعه زي امهاتنا كده ما كانت بتعمل السلطه. بص بقى السمكه بتاع السلطه بتاعت السمك ديت احنا مش بنحب عليها ولا بقدونس ولا جرجير ولا اي حاجه من الخضره. هو يا دوبك بصلايه وفلفل وطماطم بس كده. بس طبعا لازم يكون الفلفل يكون حامي علشان تعرفي تاكلي السلطه كده وتتمزكي منها. كده ادينا عملت اهو السلطه. طبعا انا مش بعمل سلطه كتير لاني عندي عيالي ما بياكلهاش، يعني انا لو عملت كميه كتيره بتترمى. هنحط عليها شويه زيت ونحط عليها خل وملح، ولو عايزه كمون حطي، حطي ليمون. تقلبيها كويس بقى قوي وتروحي ركنيها برضو هي كمان على جنب. يبقى انت كده خلصتي من حاجات كتير قوي. نركن بقى كله كده على جنب ونشوف هنعمل. انا بقى دلوقتي خلاص خلصت. هعمل لي بقى كوبايه شاي لان انا دماغي بجد صدعت. فانا يا دوبك صحيت متاخر النهارده، فانا ملحقتش ولا اشرب شاي ولا قهوه ولا اي حاجه. فيا دوبك خلصت الحاجات الاساسيه اللي انا هعملها، وعملت لي كوبايه شاي خفيفه كده زي ما انتم شايفين. هشربها بقى ونقوم. بصوا بقى فتحت التلاجة لقيت شويه طماطم عندي مستويه، فانا خفت الصراحه لا يبوظوا، فانا قلت بقى ان انا اضربهم في الخلاط واشيلهم في الفريزر. لان الطماطم زي ما انتوا عارفين مش الطماطم بس، كل حاجه دلوقتي غاليه، فليه خساره يعني نسيبها تبوظ وتترمي؟ طب ما احنا نشيلها في الفريزر احسن. ودلوقتي بقى خلاص الغدا بتاعنا قرب، فاحنا بقى انا قمت بقى اعمل بقى السمك برضو زي امهاتنا. مفيش افتكاسات بقى ومفيش نشا ومفيش مش عارفه والحاجات الغريبه اللي انتوا بقيتوا تحطوها على الدقيق دلوقتي. يا جماعه السمك والله بيبقى طعمه هو. يعني انا حطيت مره نشا وحطيت كل اللي هما بيقولوا عليه، لقيت مفيش اي فرق، لقيت الطعم هو. طب ليه انت تغلبي نفسك بقى ومش عارفه من غير افتكاسات ولا اي حاجه؟ هو سمك امنا، شويه دقيق على السمك الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. هو ازعر شويه وصغير بس كان طعمه عسل ما اقولكمش. فانا بقى هنقل اصغر سمك عندي هركنه كده على جنب عشان يصفي الزيت اللي جواه. وبعدين طبعا كانت السلطه خلصت، فانا بقى هروح شايله السمك الصغير دوت. شايفين الحلاوه؟ بشيله من هنا واحطه في الصلصه على طول. طبعا هتقلبوه وتغطوه بقى وتسيبوه بقى لحد ما تخلصوا بقيه السمك. زي ما انتوا شايفين كده خلاص كده قلينا السمك. هنغرف بقى علشان نتغدى. طبعا مش هسيبكم، لسه الفيديو طويل، لسه هنقوم نغسل المواعين مع بعض ولسه هنشوف ورانا مع بعض، يعني لسه استنوا معايا اوعوا تمشوا. بس بالله عليكم يعني انا مش طالبه منكم حاجه كتيره، ممكن بس نقطه بس في كومنت ولايك، بس هو ده اللي انا طالباه منكم يا جماعه. والله انتوا لو تشوفوا التعب بتاع الفيديو دوت، يعني بشيل كاميرا من هنا وافضل احطها هنا، غير ان انا بكتم عيالي خالص، ما بخليش حد يتكلم اثناء ما انا بصور. لايك ونقطه كده في كومنت، يعني بلاش بقى تكتبوا لي حاجه. المهم علينا كده بقى خلصنا وحضرنا الغدا وهنتغدى، وهنقوم بقى نشوف ورانا كمان. اتفضلوا بقى معانا يا جماعه، يلا قولوا لي اعملوا لايك للسمك الحلو دوت وقولوا لي كومنت حلو كده منكم. كده طبعا خلصنا الاكل بقى، واتفضلوا معانا وصحه وهنا على قلب اللي هياكل ان شاء الله. قمت بقى عشان اكمل الهلكه بتاعتي. فزي ما انتوا شايفين كده هنغسل شويه الاطباق ديت. انا بقى لو عملت سمك او عملت رنجة اي حاجة تكون زفرة بحط كله، وطبعا بنضفهم كويس قوي قوي من اي شوك اي حاجة كانت فيه، بنضفهم حلو قوي. بعد كده بحطهم في الحوض طبعا واشطفهم بقى بالمية كويس جدا جدا، وبروح بقى حاطة شوية خل في المية مع الصابون وبغسلهم كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده.
اهم حاجه يا جماعه مطرح السمك دوت ان المواعين تتغسل حلوه قوي، لان لو ما اتغسلتش هتفضل ايه ريحه الزفاره فيها. ولازم تحط يا اما خل يا اما ليمون مع الصابون. الطبق اللي انا لسه غسلاه دوت بيخش الميكروويف، بيتحط في الفريزر، بيستحمل درجه الحراره العاليه. فالطبق ده جميل جدا، انا كنت جايباه من كارفور ب10 جنيه، بس للاسف انا جبت طبق واحد بس. فاول لما اروح ان شاء الله والاقي منهم تاني هجيب لي بتاع 2 3 كمان عليه. وكان في بقى اللون، كل الالوان اللي انت عايزاها، وفي بولات منها. بس صراحة البولات افتكرت البولات كانت ب14 جنيه الواحدة، وفيها اللون الاورنج والاحمر واللون الموف دوت والازرق. يعني كان فيه الوان جميلة قوي، وبس للاسف اللون دوت بس هو اللي لقيته هو الاسود. لكن الاسود ما حبيتوش، كان اللون بتاعه مش حلو خالص، فما رضيتش اجيب منه. بس كده انا خلصت المواعين وخلصت الفيديو بتاعي. وهو ده الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. متنسوش بقى حبايبي اللايك على الفيديو، كومنت حلو كده منكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. مع الف سلامه.